وعدنا لكم بفيديو جديد اللي هو عبارة عن خبز بالتنور. المكونات سهلة جدا اللي هي عبارة عن دقيق بر. الكمية تقريبا حنضيف 4 أكواب كبيرة، ونضيف أيضا ملح وخميرة والدقيق عادي دقيق أبيض. أهم شيء إنه الدقيق البر يكون ضعف كمية الدقيق الأبيض. مثلا إذا حنستخدم كوب كبير من البر نستخدم كوب صغير من الدقيق الأبيض، يعني ثلثين بثلث، هذا هو المهم. وتقريبا هذه الكمية. طبعا حنزل شوية، وأيضا مهم نضيف خميرة خبز. طبعا اليوم معنا ضيفة شرف اللي هي الوالدة. طبعا هذا صعب جدا انه انا اسويه، لازم تنور. وايضا بتشوف العملية بعدين مش سهلة. يعني اضفنا شوية من البر، ولنفس الكوب الكبير من البر حنضيف كوب صغير من الدقيق الابيض. وطبعا حنضيف الماء ونبدأ بالعجن. طبعا هذا الخبز من الوصفات المهمة في اليمن، اللي ناكلها مع تقريبا كل شيء، يعني مثلا مع السلتة مع الفحسة. يعني بتشوفوا في فيديوهات بالقناة للسلتة والفحسة، روحوا تابعوهم. الماء نضيفه تدريجيا ونعجن. طبعا مثل ما انتم شايفين يبدأ العجين يتماسك معانا، ونحن نزيد نعجن، نزيد الماء على شوية شوية. طبعا كمية الماء هي تقديرية، يعني أهم شي القوام أكثر من الكمية، لأنه باختلاف نوع الطحين بتختلف كمية الماء. يعني ما تقدرش تقول لكل كوب كوب كذا، هو بالأخير يعني طريقة نسبيا. طبعا نرتب العجين بهذه الطريقة ونضيف له شوية ماء من فوق، ونقفل عليه ونخليه 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة أو حسب حرارة الجو، لأنه تختلف الخميرة، نفتح العجين ونحركه، نخلطه كذا، نقلبه نقول. نسويها تقريبا مرتين حتى يكون العجين معانا يعني بهذا الطريقة بهذا الشكل. وطبعا بالأخير بيعتمد على درجة حرارة الجو، لأنه الخميرة تعتمد على الحرارة، وإذا الحرارة عالية في الصيف مثلا حتعمل أسرع، في الشتاء بتكون أقل. ونأخذ العجين ونقسمه إلى كرات صغيرة. طبعا ضروري نحط طحين بيداتنا علشان ما يلصقش، لأنه تشوفوا كيف مرة العجين خفيف. نشكله على حسب كرات يعني بحجم اليد. وبعدين نبدأ نشوفوا هذا الخبز الوحدة، نفتحها شوية بالطحين كذا، وبعدين نفردها بالمخبزة. ونكون قد شغلنا التنور على نار عالية من قبل تقريبا، علشان لازم يكون التنور ساخن علشان الخبز ينقح بسرعة ويصبط، لأنه إذا كان التنور بارد الخبز حيسقط علينا. ونستمر كذا نسوي في العجين كله، اللي هو نفتحه شوية بعدين نبدأ بالمخبزة. طبعا إذا وصلتم لحد هنا وأنتم مش مشتركين في القناة، اضغط زر الاشتراك والإعجاب والمشاركة، لا تنسوا. يعني ما ياخذ منكم شيء، لازم نوصل 2000 مشترك بنهاية هذا السنة 2004 2023 2024، قد نحن مخلصين السنة. طبعا الخبز يكون لذيذ جدا لما يكون ساخن. ونوجه من هنا تحية للست الوالدة، لأن ما شاء الله صعب جدا انه حد يسويه كذا بالتنور، لأنه ممكن تحرق بسهولة بسبب النار العالية. ونجلس كذا نسويه بالخبز،
إذا وصلت لهذا الوقت شكرا جزيلا لكم، ونشوفكم بفيديو قادم، وإلى اللقاء.